كتدخل يوتيوب، كتكونيكتا. دخل صاحبي دير غير تركيبة الجهاز التنفسي، فقط تركيبة الجهاز التنفسي. عرفتي ملي غادي تشوف التعقيد باش نصيب هذاك الجهاز التنفسي، اقسم لك برب العزة والجلال الا غتستحي انك تهز سيجارة وتجلس تحرق في هذيك الآلة المتقنة بذلك الاتقان. لو تشوف هذيك العين التركيبة ديالها كيفاش دايرها، العصب البصري، النظام ديال الاسقاط ديال باحة الاسقاط البصرية، وكيفاش الذاكرة تخزن لك الملايير ديال الصور باش كتعطيك التعريف ديال ان هذيك الصورة ديال واحد المسألة، وكيفاش انت كتم غادي بالزنقة وباش تقطعك تبان لك سيارة جاية. هذاك الحساب الذهني البصري اللي كيعطيك واحد التقريب ديال السرعة ديال السيارة باش تعرف راسك واش تزيد ولا ما تزيدش، ولا بغيتي تزيد نوعية السرعة اللي خصك تمشي بها، او لا اما ان تقدم واما ان تحجم، ولا دازت السيارة الاولى والثانية والثالثة واش تمشي واش توقف. عرفتي الحسابات اللي كيقوم بها هذا الدماغ هذا اقل من ثانية. لو تشوف هذاك التركيب وذاك التعقيد وذاك الدقة وذاك الاتقان والاحكام باش نصيب هذه الامور، والله تستحي ان تستعمل جزءا منها في غير طاعة الله عز وجل، بل وانت تعصى ربك عز وجل. بما تعصاه؟ طيرت الطير. بما تعصى ربك؟ شنو هي الآليات اللي غتعصى بها الله؟ لا يمكن إلا أن تعصاه، وصعيبة في الهضرة، صعيبة باش تقولها. لا يمكن إلا أن تعصى ربك بالنعم التي أنعم بها عليك. عيبة صاحبي، عيبة في المقال. لا يعني ما يستحيل العبد أن يقول الجملة كلها يعصي ربه بنعم الله عليه. في التركيبة ما جاتش. أعطاك عينين، ألم نجعل له عينين، كتهزهم جالس كتساري بهم جميع أنواع الموبقات، ويقولوا لك ضربت ليلة للمصحف، قرأي الفاتحة قراءة صحيحة حتى تضبط بها صلاتك. إن كنت تنوي الصلاة كتجيك 7 الآيات ثقيلة 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 ثقيلة. راه ماش ثقيلة على عينيك حبيبي، راه ثقيلة على ذاك القلب الذي لا يعرف ربه عز وجل. لأن أول ما كتبدا الفاتحة كتبدا بالحمد لله رب العالمين، وأنت تريد أن تثني على ربك وتشكره في آن واحد. علامة على أشنو؟ على نعمه. أنت تعلم أنك تعصي ربك بنعمه، تقول اللهم لك الحمد، تقول الحمد لله رب العالمين. على اش؟ على العينين اللي كنتي كتشوف بهم المنكر، على اليدين اللي كنتي كتمس بهم المنكر، ولا كنتي كتسرق بهم المال، ولا الحمد لله رب العالمين على اش؟ على هذا الجهاز التنفسي الذي تستعمله في شرب الدخان والحشيش. الحمد لله رب العالمين على اش؟ على الجهاز الهضمي الذي تدخل اليه السحت والحرام من اموال الناس، او من الحرام البحث كالخمر والتجارة في لحم الخنزير والربا وما إلى ذلك، وتجارة الدعارة. الحمد لله رب العالمين على آج؟ على دوك الرجلين اللي أعطاك الله عز وجل اللي ما كتقدرش توقف بهم، وإذا فرغت فانصب. لا تستطيع أن توقف قدميك لمدة 4 دقائق متتالية لتصلي ركعتين لله، ومع ذلك تستعمل قدميك للسير الساعات الطوال إلى المنكرات والرقص ليلة كاملة والعودة إلى بيتك بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين على آج؟ فمن علاش كتجينا ثقيلة أن نقرأ كلام الله عز وجل؟ لأن كلام الله سبحانه وتعالى هو النور، فهو يبصرنا بعيوبنا. ماشي عيب حبيبي أن تنظر إلى عيوبك، ماشي عيب بنتي أنك تشوفي راسك باللي راك تخرجي سافرة متبرجة، ماشي انك تخرجي سافره متبرجه، ماشي عيب. لا، قلت لك ماشي عيب انك تعرفي راسك راك تخرجي سافره متبرجه. ماشي عيب انك تعي بنفسك انك تغضب ربك عز وجل بشرب الدخان والحشيش والمخدرات. ماشي عيب انك ملي تشوف في القران يتسلط نوره على قلبك فيوقظ قلبك، فيقول لك قلبك ان العلاقه التي تربطك بتلك المراه او العلاقه التي تربطك بذلك الرجل
انما هي علاقه محرمه في شرع الله عز وجل. ماشي عيب انك تسيق الخبار لهذا الشيء، العيب انك تسيق الخبار لهذا الشيء وتشد انت هذاك النور وتسدو وتقول لك الضو تيضرني في عيني، ما بغيتش نبقى نشوف فيه. لا حبيبي، خصك شي شويه ديال الوقت وتتاقلم معه بحال اي انسان ناعس في الظلمه. كنطلبوا منك سير غير تدريجيه. الا كنتي ناعس في الظلمه وجينا لحنا عليك بروجيكتور على عينيك تقدر تعمى. هذاك الشيء علاش حنا بدينا غير بالحمد لله رب العالمين. والى ربك فارغب، تعرف الى ربك، ما طلبنا منك حتى شي حاجه. ربك لم يطلب منك الكثير،